السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا جماعه، عايزه اكلمكم في موضوع بسرعه كده، ان شاء الله دقيقتين كده وما نطولش. عايزه اقول لكم ارجعوا اغسلوا شعركم تاني زي ايام زمان، زي ما كنا بنغسله يوم ويوم لا. جماعه، انتوا طبعا فاكرين الترند بتاع الدكاتره والاخصائيين اللي هم طالعين ايه، ما تغسليش شعرك كتير وسيبي شعرك يستفيد بالزيوت اللي فيه عشان يتغذى ويتقل ويطول والكلام ده كله. طبعا الترند ده انا جربته سنتين، وانا لقيت شعري محلك سر، بالعكس بقى بيزيد وقوعه، تكثفه، هيشانه، ما بيطولش، بهتان، حاجات كتيره، كل العيوب في الشعر جات لي بسبب الحكايه دي. فانا الحمد لله الحمد لله زي ما قلت لكم انا دايما بجرب في نفسي. فمؤخرا بعد فتره كبيره برضو، لان في بيحصل زي تاثير كده، بيغير، يعني في ناس بيغيروا الكيمياء بتاعت مخك خالص، ويحسوكي ان انت اللي غلط وهم اللي صح، فعلا بتمشي ورا كلامهم كانه تنويم مغناطيسي كده. في الاخر خالص انا اكتشفت ان انا رجعت ان انا اغسل شعري تاني. جماعه، بقيت اغسله يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. هتقولوا كتير، انا شايفه نتيجه حلوه جدا جدا بسبب غسيل شعري، الحمد لله كتير رجعت له تاني للحته دي. بس في تركه بقى صغيره، مش هتغسلي كل يوم بشامبو تجاري زي ده، لا طبعا، شعرك هيقع خالص وهيبوظ. هتغسلي يوم ويوم لا. يوم مثلا بالشامبو ده، اللي هو مثلا افريكانا، اللي هو خالي من الصوديوم والبارابين والصوديوم، صوديوم وبارابين وايه حاجه كده، مش عارفه اقراها. ومثلا زي بتاع بليزا مثلا، برضو خالي من المواد الضاره والكلام ده كله. هيجي كل اسبوعين او كل 3 اسابيع لازم تغسلي بشامبو فيه سولفات والحاجات دي، اللي هي بقى المواد الضاره، اللي هي بتشيل بقى كل حاجه على فروه الراس، وتنضف فروه الراس خالص. تمام. جماعه، من بعد ما رجعت تاني اغسل شعري، شعري بقى صحي، مش متقصف. لما باجي اغسله واجي اسرحه، ما بيبقاش بقى زي مثلا بقعد يومين او 3 ما غسلتوش فيتقطع ويقع كتير. ما عادش بيقع كتير. اهم حاجه يا جماعه، ما عادش فيه قشره. كان الاول انا من نوع شعري ما فيهوش قشره كتير، اي نعم انا عارفه دي، بس في ناس يا عيني بشره، او فروه راسهم دهنيه، فبيجي لهم زي قشره اسمها قشره دهنيه وقشره مرضيه، بتبقى قشره وساعات بتوصل تبقى قشره تخينه كده. فده برضو من عيوب عدم غسيل الشعر كتير، بيكون قشرة جامدة جدا على الشعر، وبالتالي القشرة دي بتسد مسام الشعراية، وبالتالي الشعراية بتقع، بالتالي شعرك بيخف، بالتالي بتظهر الفراغات. جماعة، ارجعوا اغسلوا شعركم تاني، ولكن بمواد كويسة وشامبوهات كويسة. اصرفي في الشامبو يا جماعة، وكل شهر، كل اسبوعين 3 اغسلي بشامبو فيه سولفات، بحيث تشيلي اللي الحاجات دي او الشامبوهات دي ما شالتهوش. ومع ذلك انا بحس ان هم بينضفوا والله. يعني انا بس ايه ماشيه ايه في حته، ان في ترند برضه بيقول ان الحاجات اللي هي اللي خاليه من الصوديوم والكلام ده مش بتنضف فروه الراس 100%. هي بتنضف معايا والله، لكن لو انت مثلا شعرك تقيل قوي 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 ممكن ما تنضفوش قوي. ماشي، في كل اسبوعين اعملي ده، كل اسبوعين او 10 ايام اي شامبو تجاري، سانسيلك، لوريال، سباركل، دوف، اي حاجه. بس انا يا جماعه الريل ده عايزه اقول لكم فيه، ارجعوا اغسلوا شعركم تاني يا جماعه. اهم حاجه لاحظتها، اهم حاجه، شعري بقى صحي، بيلمع، ما فيهوش قشره، بيطول بيطول بيطول. والله العظيم يا جماعه، شعرنا اللي احنا قعدنا سنين ده نمشي ان احنا بيقول لك اغسليه مره في الاسبوع، ولا يقول لك مرتين بالكتير مرتين، هو ده اللي جاب شعرنا لورا بجد. ظهرت عندي فراغات هنا بسبب الحكايه دي، الفراغات وشعري بقى بهتان، وشعري بقى تحس ان الشعر نفسه عجوز، متخيلين؟ وبيقع. يعني انا ما حافظتش عليه ولا حاجه. انت مش بتقولوا ان انت لو ما غسلتهوش كتير هيستفيد من الزيوت بتاعته، وهيتغذى وهيطول وهيتقل، ومش هيقع، مش هيبقى في فراغات، وكل حاجه هتتعالج. لا، انا ما لاحظتش كده خالص. لاحظت ان شعري في النازل في النازل في النازل، ما بيطولش. دي اهم حاجه، الحمد لله الحمد لله. بشغل عقلي زي ما قلت لكم، شغلت عقلي، غسلت، رجعت اغسل شعري الحمد لله الحمد لله. ابتدى يتطور، ابتدى يبقى فيه صحه ولمعه. واهم حاجه يا جماعه القشره، بالذات في الشتاء يا جماعه، اللي عنده قشره مرضيه اغسلوا شعركم يا جماعه، اغسلوا شعركم، بس اختاروا انواع شامبو حلوه. وزي ما انتم عارفين ان انا ماشيه معاكم بخطه لحد ان شاء الله اخر رمضان، شعرنا يوصل ايه لحد ظهرنا ان شاء الله. ماشي، بنمشي بخطوات ثابته ان شاء الله. تابعوني بس كده، وانا بحط كل يوم حاجه كده عن الشعر، حاجه عن البشره. بس الشعر بالذات انا مركزه عليه قوي، عشان انا عايزه ايه، اطول شعري. من بعد ما حسيت ان فعلا غسيل الشعر الكتير ابتدى يظبط لي شعري، فانا متشجعه بصراحه بسبب الحكايه دي. فيا جماعه، هقول لكم عن نوعين شامبو برضو، اللي هو بتاع افريكانا، حلو، خالي من المواد الضاره. وبتاع بليزا طبعا كلمتكم عنه 7000 مره، ممتاز بتاع بليزا اهو. ماشي، دول حلوين قوي قوي يا جماعه. التجاري عندك 5000 نوع، اي حاجه بقى. يعني انا جبت ده والله عشان لونه عجبني، بس لونه كده كان زي وخلاص جبته خلاص. لكن ممكن اجيب دوف، ممكن اجيب سباركل، اي حاجه. المهم يا جماعه، خدوا كلامي ثقه، اغسلوا، ارجعوا اغسلوا شعركم يا جماعه، ارجعوا اغسلوا شعركم يا جماعه. ده غير ان كان قله غسيله كان بيعمل ريحه وحاجات عجيبه.
يعني الله يكون في عون اللي كان بيبقى قاعد جنبنا وشامم حاجات عجيبة كده من شعرنا، عشان إيه؟ الدكاترة والمتخصصين دخّلوا في دماغنا إن هو شعرنا ما يتغسلش أو يتغسل كل أسبوع مرّة أو كل أسبوعين. غلط، 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 غلط يا جماعة، بجد، بجد فكّروا يا جماعة في الحاجة واعقلوها وما عدتوش تنفّذوا حاجة كده لمجرد إن هم ناس متخصصة قالوا. المتخصص ده يعني مش ربنا يعني استغفر الله العظيم، ممكن يغلط عادي جدًا، وارد إن هو يغلط، وبالتالي الحمد لله أنا تداركت الغلط أو الخطأ ده، والحمد لله صلّحته. عقبالكم جميعًا، اشتركوا في القناة واعملوا لايك، و ولو حد ابتدى يغسل شعره كتير زي ما أنا باغسله كده، أو مثلًا اكتشف إن الحكاية دي فعلًا عدم غسيل الشعر كتير جابت نتيجة عكسية، يقول لي في التعليقات. يالّا يا حبيبي مع السلامة.